معظمكم سمع فيلم طارد الارواح، واللي ما سمعش الفيلم ده اكيد شاف لقطات ليه او عدت عليه الصوره دي. الفيلم ده مصنف من اكتر الافلام المرعبه اللي موجوده. بعض الناس اللي اتفرجوا عليه بيقولوا ان هو كابوس مش فيلم، ولكن اللي انت ما تعرفوش ان الفيلم ده مبني على قصه حقيقيه بالتفصيل. السلام عليكم، خلينا ما نطولش في المقدمه ونخش على طول في الفيديو. ان شاء الله يكون فيديو ممتع، وما تنساش الاكسبلور ويلا بينا. في سنة 1973 اتعرض فيلم طارد الأرواح الشريرة في أمريكا. لما الناس دخلوا اتفرجوا على الفيلم ده أثر فيهم بشكل كبير جدا، منهم اللي كان بيصرخ بصوت عالي في السينما، ومنهم اللي أغمى عليه ونقلوه على طول للمستشفى، وكمان في ناس ما كانتش بتعرف تنام من بشاعة الفيلم ده، وبالذات لما الناس عرفوا إن الفيلم ده مبني على قصة حقيقية. خلينا كده نرجع بالزمن لسنة 1935. في الأثناء دي اتولد طفل اسمه رونالد. الطفل ده كان وحيد أبوه وأمه. كبر الطفل ده وكان متعلق بخالته جدا. خالته دي كان اسمها هارت. كان معروف عن خالته انها شخصيه غريبه وغامضه، وكمان خالته دي كانت متعوده انها تحضر جلسات تحضير الارواح. ففي يوم رونالد كان عندها وادته هديه. الهديه دي كانت عباره عن لوح ويجا. للي ما يعرفش، ده عباره عن لوح مكتوب عليه رموز وارقام، واللوح ده بيستخدم للاتصال مع الجن والشياطين. وكمان خالته هارت علمته ازاي يستخدم اللوح ده. مرت الايام، وفي سنه 1949 خالته هارت ماتت في ظروف غامضة جدا بدون سبب. رونالد حزن جدا وكان متأثر بموتها، وجات له فكرة غريبة ومرعبة. قرر ان هو هيستخدم لوح الويجا علشان يحضر بيه روح خالته اللي ماتت، وفعلا عمل كده وما قالش لحد. ومفيش ايام وبدأت الأسرة تسمع أصوات غريبة جدا، زي انهم بيسمعوا خبط وخربشة على الحيطة ملهاش اي مصدر. قالوا ممكن تكون دي فران، ولكن يوم عن يوم الموضوع بيتطور وبيزيد، لانهم بدأوا يسمعوا خطوات رجول بتمشي في البيت، ولما يجوا يخرجوا يبصوا مفيش حد. الموضوع اتطور اكتر لدرجة ان اساس البيت بدأ يتحرك لوحده، يعني الكراسي بدأت تتحرك لوحدها. وفي الأثناء دي الأسرة كانت ملاحظة إن ابنهم رونالد كان متغير خالص، على طول بقى متعصب ومتضايق وقلقان طول الوقت، وكل يوم يصحى من النوم مفزوع وبيصرخ. على طول خدوه راحوا يكشفوا عليه عند أكتر من دكتور، ولكن الموضوع ما كانش له تفسير وحالته كانت بتتطور، فما كانش قدامهم حل إن هم يروحوا للكنيسة بتاعتهم. وفعلا راحوا هناك وقابلوا القسيس اللي اسمه لوثر، حكوا له الوضع وقال لهم خلوه معايا النهارده وروحوا انتوا، وده علشان أقدر أشوف حالته وأقيمها بنفسي. وكانت دي أسوأ ليلة عدت على القسيس لوثر، أسوأ ليلة في حياته. اللي حصل في الليلة دي إن القسيس لوثر سمع صوت جاي من أوضة الطفل، فراح علشان يطمن عليه. لقى السرير بتاعه مرفوع من على الأرض، ومرة واحدة بدأت الشبابيك إنها ترزع وباب الأوضة اتقفل عليه، وبدأ رونالد إن هو يصرخ بصوت عالي جدا. على طول القسيس اتأكد إن اللي ورا الموضوع ده جن. راح مكلم أسرة رونالد وقال لهم انهم لازم يتواصلوا مع شخص اسمه ادوارد، وفعلا كلموه. ادوارد جه وكان معاه المساعد بتاعه، ولما دخلوا الغرفة اللي كان فيها رونالد حصلت حاجة غريبة. درجة حرارة الأوضة انخفضت بشكل مش طبيعي وبقت باردة جدا، وبدأ الولد انه يتكلم بلغة محدش قدر يفهمها. ادوارد امر المساعد بتاعه انه يربط الطفل في السرير كويس، وبدأ ادوارد ان هو يعمل طقوس طرد الارواح. في اللحظة دي رونالد اتحول لطفل عنيف جدا، وبدأ ان هو يتف على ادوارد ويشتمه باقذر الشتايم، وقدر ان هو يحرر نفسه من السلاسل اللي كان مربوط بيها، وخد سلسلة من السلاسل دي وضرب ادوارد على كتفه، وقعه على الارض فورا، وعمل له اصابه حوالي 100 غرزه في كتفه من خبطه واحده. راحوا جايين مخرجين ادوارد من قدام الطفل، وفعلا هدي اول ما ادوارد خرج. بعد اللي حصل ده الموضوع انتشر في المدينه كلها، وامروا بنقل رونالد المستشفى من المستشفيات الدينيه، واتطوع 3 قساوسه ان هم هيعالجوا الطفل رونالد، وبداوا يجهزوا نفسهم علشان يعملوا جلسه طرد الارواح. بيقولوا ان الجلسه الاولى كانت عنيفه جدا، بدا اساس الاوضه انه يتحرك بشكل غريب، وكمان بدات كلمات غريبه تظهر على جسم الطفل زي كلمة الشر والجحيم. ورونالد طول الجلسة كان بيتكلم بصوت مش صوته. واستمروا مع الطفل رونالد حوالي 30 جلسة على مدار شهرين، وفي جلسة من الجلسات دي موجودة ولكن مش هينفع انزلها هنا. وبعد الجلسات دي الطفل رونالد فعلا اتحسن وبقى كويس. فالقصة ألهمت بعض المخرجين وغيروا في بعض الأحداث وأنتجوا الفيلم. هما ما غيروش أحداث كتير، كانت أحداث طفيفة، خلوا الولد بنت وأضافوا بعض المشاهد جوه الفيلم. طبعا ما انصحش أي حد إن هو يتفرج على الفيلم، لأن هو لو مش مرعب فهو مقرف شوية. واستنوا الفيديو الجاي بس كده.